انا ما بدأت اعمل كده جامدة. كويس اني بعدت عنك، معرفتك كانت نحس. بعيدا عن الكلمات، اللقطة دي في مكيفاني جدا يا جدعان. نايك. نايك ولا نايك؟ نايك يا ابني. يا عم عادي اي حاجة، نايك ما علينا، نايك. هي باين ان احنا مش عارفينها وخلاص. يعني سبحان الله، الكليب ده اصلا احنا صورناه من غير تخطيط وكده. احنا لو كان جاي هو ساكن، كان يوم انا كنت يوم موجود وكنت همشي بعد الكليب ده المفروض بساعتين. هو قالوا لي انا كنت جاي اسجل بس ما عرفتش اسجل، قالوا لي خلاص هنسجل كليب للتراك اللي احنا ايه، هنصور كليب للتراك اللي احنا عملناه. رجلينا مشيتنا للاستاد، يلا يا ابني هنعمل ايه، وقفنا 1 2 3. كان يعني ما فيش اي تخطيط ولا في اي حاجه، هو بسم الله الرحمن الرحيم يلا نروح. وبصراحه ظبط. جامده يا اسطى، جامده يا اسطى. كلها توسع سكه من غير ما اضرب اي كلاكس. طبعا انا مش بيتكلم على كلاكس ان هو في المشوار بتاعه خد عربيه او تاكسي، لا هو بيتكلم في يعني ايه، ان وسع مثلا، ان انا ازمر لك او انبهك اللي هو وسع لي بعد اذنك عايز اعدي، لا انا طاير من غير ما ازمر لحد ولا حاسب. مفيش همشي وادوس، هات عند ام اللي واقف قدامي. نعم. لسه ما شفتش حاجه، لسه اول جوله. افهم الكلام يا مان، دي اول مره، اول جوله. ايه يا ابني 50 دقيقة يا ابني. والله ايوه والله يا عم. طب يلا خلاص خلاص. لسه ما شفتش حاجه، لسه اول جوله، دي اول مره يعني لسه في حاجات كتير. دي الباتل اللي انا داخله ده، والمعركه اللي انا داخلها، والمشوار اللي انا داخله، دي اول جوله. لسه من اول محاوله. دي اول مره في الوش يعني يركب البيت، اول محاوله اللي هو سميناه اسم التراك. انا كنت اتكلمت ان هو عايزينه اول جوله وكده، بس اول محاوله طلعت احلى. هنا اللقطه اللي هي حاطط بوستر فيرست تراي الكليب، فيرست تراي. فين يا مش عايز اعمل فيت، انا جاي اعمل مزاوله. الفيت ده اللي هو انك تخش مع واحد تعملوا فيتشر سوا. هو مش جاي يعمل فيت، انا جاي اعمل لك مزاوله. عشان انا مش هروح لواحد اقول له عايز اسجل معاك بعد اذنك عشان اطلع، ولا اديله فلوس عشان اسجل معاه علشان هو مشهور فهيطلعني. لا انا هجيبها بدراعي بمخ. شفت وشي لفيت احسن لك عشان هنقول. انت اول ما شفت وشي لفيت عايز تمشي مثلا، او يعني غير الطريق، تغير طريقك، غير الطريق، انهيها خالص. احسن لك عشان هنقول. طبعا هنا برضو ممكن يكون بيتكلم عن الشخص اللي هو برضو واقف معاه مش حابب ان هو يتكلم معاه وفاهمه من العين وكده، وبيقول له اللي هو يعني مثلا الكونفرزيشن خلصت وهو جاي بعد كده، فهو جاي شاف وشي لف احسن لك عشان هنقولك، يعني انت مش جاي معايا. طبعا هنا في شغل جامد صراحه، شغل جامد صراحه. الحته دي انا كنت عايز لما جامد بيخليك عايز ترقص جامد يا اسطى. طبعا البيت ده احنا جايبينه من بره، مش احنا اللي عاملينه، بس عملنا عليه تاثيرات. بس قريب جدا انا اللي هكون بعمل البيتس. اللقطه دي كان في المصور دخل جاب للاخر يعني وش بيومي، كنت عايز اعملها الشغل اللي هو كهرباء وكده، بس كان في قلل الجوده. غير الجوده حظ سعيد المره القادمه. يعني هو كده مظبوط، هو كده حلو، مش محتاج حاجه تانيه الصراحه. تيم لايق مع بعض، مش محتاج حاجه تانيه، مش واخد دي حاجه. انا قلت لك قبل كده انا سمعت الكليب والاغنيه علشان اشوف في حاجه ناقصه في الاغنيه ممكن نزودها تبقى احلى، بس ما اكتشفت ان كل حاجه مظبوطه. انا دايما بحب ان انا اعلق على نفسي في الشغل اللي فات دي. انا عملت كده في ده. انا اخر حاجه اعملها قبله امبراطور، ولسه ما اشتغلتش فيه، ولسه في موال عايز اعمله، مؤثرات بصريه وشغل هيخش وبتاع. فامبراطور اتركن ولسه ما خلصش، يعتبر ما عملتوش، صورته واتركن. اللي قبله بقى اللي هو يعتبر عليت عليه في الكليب ده كان رماد. انا مش عارف اكون برضو نزلته قبل الفيديو ده ولا بعده، بس رماد حاجه يعني ما صرفناش كتير في الموضوع برضو، وطلعت حلو وطلع جامد. التيم لايق مع بعضه. التيم بتاع الاغنيه مش تيم الفريق، جامد.
ده برضه تعمل نفس الكلام، ولو كنت حطيت مؤثرات من الكهرباء اللي انا عايز اعملها دي كان الموضوع يبقى افور شويه. بحب ان انا الحاجه اللي اشتغل فيها تكون سيمبل، يعني مش شرط انها تكون فيها تبقى راكبه مع بعضها. انا مش داخل استعرض، بالظبط. انا عايز اعمل حاجه معينه، حاجه حلوه راكبه مع بعضها، بالظبط. الجو ماشي مع بعض، بالظبط. البيت جامد مع المؤثرات والدخول. كليب فاجر يعني صراحه. يبقى هنا بقى في النهايه بقى ده حوار، ده حوار كبير. انا في ناس كتير يا اسطى كلمتني وكلمت معايا الموضوع ده يا اسطى. انا في واحد قابلني في الشارع بتطرطر في الشارع مش عارف في الفيديو مش عارف ايه يا اسطى، بيقول لي خلصت من الناحيه تاني رحت للناحيه دي. كان يعني اللي بيظبط. وعلى فكره الموضوع ده بجد يعني مش حصل فلاش هو اللي دخل عليا في الموضوع جه يعني حقيقي، مش حاجه احنا مصطنعينها. هو كان يعني لا، كده حاجة. كده الازازه دي احنا كل مره بيومي بيجي هنا بنجيب واحده من دي او ساعات اتنين. طبعا ده مش اعلان كلكم عارفين يعني. بس ايه بنضربها مع بعض كده احنا التلاته. كولا كام لتر؟ 2.5. فطبعا الخزانات انا حاليا قاعد انا هنفجر بس عشان الخزانات بتتملي طبعا. انا ممكن اقوم اعملها هنا عادي. لا الاستوديو بتاعها. فالمهم هو كان يعني ايه عشان هنبتدي نصور وكده ده قبل ما نصور اي حاجه، فقال ايه يفضي الخزانات بس انا بشتغل يعني فلاش صور. وطبعا يعني الحمد لله انا كنت جنبه وهو كان جاي ما اعرفش اصلا. انا جاي جنبه في الكابينه التانية يعني، بس ما اتصورتش. طبعا حبينا نحط حطينا التتر على الموضوع ده يعني، وطلع جامد. على فكره هي حلوه بس مش عارف الناس ليه متضايقه يعني، ما الناس كلها لا انت عارف انا حطيتها ليه كمخرج يعني او كمونتير؟ أنا عجبتني اللقطه فاهم. دي اللي هو انت ايه بعد ما خلصت تشطيف في الشخص خلصت بقى يعني خلصت الحوار. فايه بتختم بقى بان يعني مش عاجبك اي حد. وشوف يا جدعان اهو في اخر الكليب ده انا قاعد. انا لو بقدر حد ما كنتش هعمل كده. انا بقول مش له حد بشكل الحد اللي انت تتكلم عنه مش كله. ايوه بالظبط. هو المفروض دلوقتي انت لو يعني انت راجل مثلا كويس بتشوف الكليب ده مش هتاخده اللي هو اللقطه دي اللي هو يعني حاجه عليك يعني. لا اللي مش انت باين عارف. اصل بص انا هقول لك اللي بيبقى بيدعمك وحابب انك تطلع بيبقى باين عليه، واللي بيبقى مش عايز انك تطلع بيبقى باين عليه. فهياخد الكلام لنفسه هياخد اللقطه لنفسه. اما الشخص الكويس اللي عايزك تبقى كويس هو فاهم ان الموضوع ده مش ليه. بص يا اسطى الكليب ده انا اشتغلت عليه ناس كتير اعرفها عارفه ان انا بقالي اكتر من سنتين مش بصور يعني وكده. ليك فتره. فلما عرفوا ان انا شغال على الكليب ده ونزلنا الاعلان وكلمتهم طبعا يعني اهلي واصحابي وكده مش ناس غريبه يعني، فكانوا منتظرين انهم يشوفوا الحاجه دي يعني. يعتبروا خدوا جزء كبير برضو من ال1000 مشاهده اللي جت في اول ساعه دي. طبعا ما يجوش 100 يعني. انا اتصدمت يا اخي. ما علينا. بس انا كنت قاصد ان انا اعمل في الكليب ده شغل اللي هو يخليهم يتكلموا معايا، اللي هو انا رجعت بحاجه جديده وفيها اسمها ايه تضارب في الاراء. اسمع من ده الفكره بتاعت الكيس دي مش حلوه، اسمع من ده اللقطه اللي في الاخر مش حلوه. لان هتطور من نفسك بعد مش تطوير. انا اتخنقت من انك بتقول لي حلو خلاص. لا انا بتسلك لي. ايوه بالظبط. لا ما تسلكليش. غير تسليك اللي هو عادي. ما تحس ان انت مثلا عشان انت ماشي دغري وماشي في الصح ما بتبان. مفيش ايموشن من الشخص اللي بتوريه. حلو. حتى لو عيبه جامد حلو جامد، بس انه بقى يفصص لك وبتاع ويقول لك اللقطه دي انا فهمت منها كذا مش عارف ايه. الكلام ده ما كانش موجود لغايه اما انا تسليك بس يعني. لغايه اما انا عملت الحاجات المثيره للجدل من الاخر دي. طبعا لو مش مثيره بالنسبه لكم كمشاهدين هي اثارت جدل يعني اصحابنا والوسط بتاعنا. طبعا مش الجدل اللي هو يعني اراء عادي لانها لقطه عاديه يعني. الاراء دي ما سمعناهاش في اماكن تانية، ما سمعناهاش في شغل تاني. وهتشوفوا برضو الشغل لما ينزل الاراء على الشغل العادي غير الاراء على الشغل اللي انت بتعمل حاجات فيه بتثير الجدل من الاخر. بالظبط. بتتفايرل اكتر. هنا طبعا اللي اشتغلوا على الكليب ما يكون يعني على 4 اشخاص تقريبا او 5 6 انفار يعني. 5. بس احنا حبينا اللي هو تتر بقى كله شادو وشلبي فلاش بيومي يعني 6 اسامي كده ولا 7 اسامي هما بس عملوا كل حاجه مالين الكلب.
طبعا في اللقطه دي اللي هو بشاور له بتاعنا جنبك في الكابينه هو مسخره كان جاي ما يعرفش اصلا، قال لي انت طب انا جنبك هناك. مسخره. طبعا اهم حاجه في الايه، ايوه دايركتور. انا عايز والله يا ابني. المشكله القناه ما اتمسحت، مسح عليها حوالي 5 كليبات. انا كنت عايز من الكليبات دي حاجه واحده بس، اللي هو اخد سكرين بدايركتور او دايركتد باي محمد شلبي، لان انا حابب ان انا ارص الحاجات دي قدامي كده واشوف اول كليب انا عملته جودته كذا واحلله دلوقتي. لان انا مثلا دلوقتي لما بشوف فيديوهات منتجتها من 5 سنين ولا 3 سنين بقول ايه اللي انا بعمله ده؟ كان بضان اصل انت مخك بيتغير وعقلك بيتغير وبتتطور والدنيا بتتغير معاك يعني. فهو ده اللي انا حابب اعمله. فما فيش 5 كليبات دول وحاجات بسيطه اللي موجوده دلوقتي. فبرضه هحاول ان انا اجمع سكرين بكل لقطه دايركتد باي محمد شلبي وهنزلها ان شاء الله، لان دي حاجه انا فخور بيها جدا. كتر ما انت بتشتغل بتكتسب خبره مره في الثانيه. بالظبط. يعني انا مش من الفراغ وصلت ان انا اعمل كليب زي رماد ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. 10 جنيه اوضه فاضيه في شقه تبع واحد صاحبنا، خشب سكونيه من الاخر، ترابيزه كمبيوتر. انا مش عايز احرق الموضوع، بس حاجات بسيطه موجوده في ايدينا. وال 10 جنيه جبنا الشمع، ثبتنا الشمع في اماكن معينه ويلا يا ابني. بس اهم حاجه عجبتني في الكليب ده برغي كتير. المهم احلى حاجه عجبتني في الكليب ده وكان لازم اجيبها الكرسي اللي هو الهزاز ده. طبعا يا رب انزله قريب او قبل الفيديو او بعده. في محتوى كتير ما تقدرش، في حاجات كتير يعني. رماد ده يا جدعان هتكلم فيه كتير، عاجبني جدا، ده احلى حاجه. في رسائل خفيه كتير غير الرسائل، ده حاجه متكامله بالنسبه لي. يعني انا كان قدامي وانا بمنتج حوالي 15 جيجا تصوير، محتار بقى اخد دي ولا دي ولا دي. وشكرا طولنا عليكم. في تراك نازل بكره. هو الفيديو ده هينزل امتى؟ مش عارف. طيب هو في تراك هينزل بكره، انتوا لازم لما الفيديو ده ينزل لازم تروحوا تزوروا القناه يعني. هتنزل ايه بعد التراك ده؟ بعد الفيديو ده ما ينزل في تراك اسمه ديزاينر نازل بكره ماشي بتاريخ الفيديو. هيكون نازل يعني. انتوا الفيديو ده تتفرجوا عليه، تخشوا تشوفوا ايه، هيتحط لها اللينك تحت في الديسكربشن، هتخشوا تشوفوا القناه وتشوفوا الدنيا يا ريت يعني. المهم لايك تحت علشان اللايك بيساعدنا جدا للانتشار. الراجل ده يستاهل على فكره. سبسكرايب. ومواضيع كتير والله عايزين نتكلم فيها، مش معلومات ولا افلام ولا مواضيع جانبيه ولا كليبات ولا راب، احنا بندردش. على فكره هتعرف ان اول مره اطلع اتكلم قدام كاميرا كده واكون عادي والدنيا ايزي. الفيديو ده لما تخلصه يا اسطى زي ما هو، حتى يعني لو كسر الساعه عادي نزله كده، بس مش كله بقى يعني. هتقصقص منه الحاجات اللي مش شغاله، نص الحاجات اللي عايزين نشيلها تشيلها وتنزل بقى ايه النص مثلا الربع 15. اغلبيه الكلام بتاعكم من ورا الكاميرا. المهم ما تنساش تشترك في القناه، ادينا لايك تحت علشان هيساعدنا جدا في الانتشار. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه قريب، افلام، كليبات، تراكات، اغاني. يا ابني سيبني يا ابني. خش على القناه بتاعتي اوكي، ما تنسوش. سلام. باي.